ليه بتعملي في ابوكي كده؟ هكذا جاوبت نيرة على هذا السؤال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك اولا على ازيكم سيدنا عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وحشتوني جدا. تمام. السؤال ده لما كان بيتسألي من فترة بسيطة كنت برد لكم دكتورة كده، فاهميني انتوا بكل براءة كده. بس انا دلوقتي يعني نفسي اطلع دكتورة الحمد لله، يعني الفكرة ما اتغيرتش في دماغي، ولكن انا بقيت مؤمنة اكتر بان ربنا ايا كان ايه الحاجة اللي انا هدخلها فربنا اكيد ده نصيبي، فاهمين؟ انا عليا اعمل اللي عليا والباقي على ربنا. فانا اي حاجه ان شاء الله ربنا هيكتبها لي انا راضيه بيها، والله لو ايه فاهميني، انا لو اي حاجه انا راضيه بيها، مش شرط دكتوره يعني، مش هقاتل عشان ابقى دكتور عادي. انا عليا ان انا يعني اذاكر واتعب واجتهد والباقي على الله. انا مش فارق معايا اي حاجه معينه دلوقتي، يعني بعد ما الفكره دي دخلت دماغي يعني انا عايزه اطلع دكتوره اعمل اللي عليا، عايزه اطلع حاجه في دماغي اعمل اللي عليا والباقي على ربنا. بس انا عايزه اتعلم وتعليمي يكون عالي عشان خاطر دماغي تكون ناضجه كفايه. دي الفكره في. بصي يا روحي، وانتي ما حددتيش بالظبط في انهي حاجه بالظبط بحبها، لان انا بحب حاجات كتير قوي. كنت عايزة البت دي. اسكتي. بصي يا روحي، وانتي ما حددتيش بالظبط في انهي حاجه بالظبط بحبها، لان انا بحب حاجات كتير قوي. بس انا اكتر حاجه بجد بحبها في حياتي وبكون مبسوطه بها بجد، احسن من مليون هديه عندي، الكلمه الطيبه. بجد حد يجي كده يقول لي كلمتين حلوين، اقسم بالله بجد دي عندي بالدنيا وبما فيها، اللي هو خلاص كده انا اترضيت ومعنوياتي بتبقى مرفوعه جدا، معدل السعاده بيبقى طاير عندي، فاللي هو لا بجد انا بكون مبسوطه. يعني دي اكتر حاجه بجد بجد بتفرق معايا وفي نفسيتي جدا. فانا بحب اللي يقول لي اي كلمه. طبعا بقى بحب مثلا الشوبينج، اي حاجه بقى. بصوا من بتاعه البنات اللي بيحبوها دي الميك اب مش عارفه ايه كده، دول كل الحاجات دي انا بحبها. بس اكتر حاجه ودي بتفرق معايا بجد الكلام الحلو ده، بجد يعني بيأثر فيا قوي. وربنا يخليكم ليا كده وتفضلوا تدلعوني وتقولوا لي كلام حلو ولا ايه. هو انا بتمنى من ربنا دايما ان انا اكون ناجحه في حياتي. لما اكون بصلي اكتر حاجه بدعيها وانا بصلي ان ربنا يرحم امي ويسامحها. بس يعني دي اكتر حاجه بتمناها من وانا بصلي، بلس ان انا بقعد ادعي ربنا ان انا اكون ناجحه في حياتي انا واخواتي وكل اللي بحبهم، وربنا يوفقنا جميعا. دي اكتر يعني كل حاجه انا بتمناها في حياتي وبدعيها في صلاتي، غير كده يعني ما اعتقدش. بس طيب ماشي انا هرد. بس بجد يا جماعه بجد يعني انتوا ما تعملوش كده بجد، عشان انا مش بحب اللي يقول لي ورحمه مامتك والنبي، انا مش بحب كده والله. انا اول ما هشوف الرساله بتاعتك انا هرد على طول. انا مش والله يعني انا مش عايزاكم تفهموني غلط، ولكن انا مش برد على الناس مثلا عشان خاطر المسجات كتير وبتطوف في بعضها. انا لو عايزه ارد عليكم كلكم وانتوا حبايبي وانا بحبكم، فانا يعني ليه بتقولوا لي كده؟ والله اول ما هشوف الرساله بتاعتك السؤال اللي انت سالوه انا على طول هرد، مش هتاخر عليكي. المهم انا هجاوبك. انا بحب اكتر يعني اغلى حد في حياتي جدي وستي واخواتي وخلالي.